الحقيقه هندخل على حمايه المستهلك، وحمايه المستهلك كل يوم ليها معانا موضوع. حمايه المستهلك بتتكلم على بلاك فرايداي، يعني عملوا اجتماع النهارده، الاجتماع كان موسع جدا. الاستاذ احمد سمير رئيس جهاز حمايه المستهلك عمل اجتماع موسع بكل الفروع بتاعته، لان احنا داخلين على بلاك فرايداي، وده اليوم ده بيوم التخفيضات والعروض للمنتجات والكبريات الشركات في العالم. طبعا ليها عندنا هنا توكيلات وعندنا لنا منافذ بيع، فبيبقى يوم تسوق. الحاجه اللي مثلا ب 1000 جنيه بيتعمل عليها تخفيض نسبه مئويه كذا، بتاخدها بنص ثمنها او اقل. هنا الراجل قال بالنص، يعني رئيس حمايه المستهلك قال خلي بالكم يا مصريين من التضليل في الاعلانات دي. ما تجيش بقى انت هو يحذرك ويقول لك خلي بالك ان واحد يبيع لك منتج على انه منتج انترناشونال كذا، وبص تلاقيه منتج ما اعرفش من تحت السلم، وتيجي تقول ده ضحكوا عليا. طب ما تشوف المنتج، ما تشوف التوكيل انت رايح تجيب منه، ما انت رايح اهو بنفسك. وده الكلام اللي قاله في اجتماعه، يعني خرج الكلام ده في اجتماعه. هنوقف بس الحته